السلام عليكم. بسم الله. اليوم كتشوفوا معايا نقدم لكم فيديو جديد، حريشات ديال البلبوله. كاين اللي كيقول لها البلبوله، كاين اللي كيقول لها التشيشه، صحيين بامتياز. ان شاء الله يعجبوكم. ودابا ان شاء الله غنبداو المقادير. كيجيو روعه، كيديروا فيهم الفرماج، اللي بغيتي الجبن، اللي بغيتي ديري فيه كيجيو واعرين. ان شاء الله يعجبوكم. بسم الله على بركة الله. ودابا غنبداو المقادير. البلبوله مغليظه ما رقيقه، وكنغسلوها مزيان واحد 2 مرات ولا 3 ونصفيوها، وكنديروا الماء غليان طيب حتى كتعمر فوق من الماء غليان طيب بزاف، ونكبوها تغبر في هاد البلبوله. هاد الماء طيب هو اللي كيخليها ترطب. كنديروا المقدار ديال الملحه، قياس ديال الملحه. حنا ما غنسموها بحتى شي حاجه، غنديروها طبيعيه صحيه 100%. ودابا غنخليوها حتى تشرب هاد الماء مزيان، نعاودو نرجعوا لكم ان شاء الله نكملوا البقيه. مره نقلبوا هاد البلبوله ديالنا، مره نحركوها، تبقاي راده ليها البال باش تشرب لك هذاك الماء اللي درتي. هذا الماء هو اللي كيخليها تجي رطبه. هذا الماء طيب هو اللي كيخليها تجي رطبه. مره تحركيها، ما تغفليش عليها. ودابا ملي حسينا بها شربات، بقات فيها شي عاشق ديال الماء تقريبا نحركوها. كنديروا واحد 2 معالق ديال السميد الناعم، وحنا غنشوفوا واش غتشرب لينا ولا نقدروا نزيدوا ولا ما نزيدوش. واحد 2 معلقات ديال زيت الزيتون، هذا اختياري، اللي بغا يديروا ما بغاش يديروا ما يديروش. باقا مازال جاريه، خصنا نزيدو شويه ديال السميد ثاني. نزيد واحد 2 معلقات. اللي بغا يخليها تتشرب وما يديرش هاد السميده ما يديرهاش. زدنا 2 معالق اخرين. هادي 2 زلايف ديال البلبوله اللي ميان مغليظه ما رقيقه. ان شاء الله صيبوها وتعجبكم لانها صحيه. الشعير راه صحي. ودابا ملي شربت لينا خلينا واحد 5 دقائق ملي جمعناها بشويه ديال السميده. ولا كان خاصك شويه السميده تزيدي على حسب واش شربت لك هذيك السميده داك الماء كامل ولا لا. ضروري ما تعطيها وقت باش تشرب لك هذاك الماء. دابا كندير التشيشه اللي عجنت اللي درنا بها الحرشه، غادي نفندو فيها، نديرو كويرات ونفندوها في هاد التشيشه. ولكن ما بين الكويره اللي غادي ديري الدهني ضروري يدك بالماء، ضروري الدهني يدك بالماء باش ما تلصقش لك، وتكون العجينه ما ثقيله ما كما مرخوفه ما قاصحه، تكون يعني كتجمع لك، وتكون شويه مرخوفه شويه باش تجيك رطبه. وكنفندوها، ما ديريش البلبوله الغليظه لا. كنديروا في واحد الاطار في المقله، كنجيبوا هاد المقله ديال الوجده وكنديروا هاد السيركل وكنضغطوا عليها شويه وكنقادوها شويه بحال هكا. كنضغطوا عليها، ما ترقيهمش لانهم ما كيبغيوش يكون ما فيهم لا خميره لا والو. ما ترقيهمش. كنديروا ثاني الماء في يدينا
كنكورو كويره بدينا بحال هكا على شكل كويره، كنفندوها في هاد البلبوله. كيجيو صحيين هاد الحريشات. كنضغطوا عليهم تاني هكا، تضغطي عليها غير شويه، ما ترقيهاش، غير قاديها في السيركل. الا عندك غير شي مول مدور هكايا وما عندكش هاد السيركل ديريه ماشي مشكل. دابا ملي درناهم يطيبوا غادي نقلبوهم لحسينا بهم شويه طابوا من التحت. العافيه تكون متوسطه، ما تكونش الحراره طالعه بزاف. واللي بغى يغلظهم اكثر من هذا الشيء يغلظهم، اللي بغى يبقى يخليهم شويه رقاق يخليهم شويه رقاق. كل واحد الذوق اللي كيبغي يديرو غلاض ولا رقاق. انا درت شويه ما بينه غلاض ورقاق شويه. كتبقاي مقابلاهم حتى يطيبوا. المهم كتبقاي مراقباهم حتى كيطيبوا. العافيه تكون متوسطه. المقله ملي كتبغي تحطي فيها الحريشات ديالك تكون بارده ما تكونش سخونه، والعافيه تكون متوسطه وتبقاي راقبهم حتى يطيبوا. دابا بحال هذه هي طابت، ودابا غنوريكم الشكل النهائي ان شاء الله بعد ما طابت لينا. هذا هو شكلهم النهائي، كيجيو رائعين. وملي طيبيهم ديرهم في واحد الزيف وتغطيهم. ملي تكونوا طيبي فيهم حطيهم فوق، حطي واحد الزيف وغطيهم باش يرطبوا لك. وراه ما غاديش تندمي الا درتيهم ان شاء الله بهذه الطريقه. ما تنساونيش في اللايك وابوني ومتشجعات ديالكم. والسلام عليكم.